الموضوع اكبر من اهلي والزمالك، الموضوع اسمه مصر. الدولة اكبر انك تجر مؤسساتها او تذكر مؤسساتها او تذكر الدولة حتى في توقيت زي ده. انت كل اللي عملته انك صعدت نهائي، انت ما خدتش بطولة، انت لسه هتقابل الوداد. وانا سر السعادة، انت سر سعادة جمهورك، اسقف لك. سر سعادة جمهورك حقك ليه؟ من دعم الدولة ليك بمؤسساتها بكياناتها باعلامها، واقف في ظهرك. الدولة اللي لما رحت خدت 5 الدنيا اتقلبت، مش ده الاعلام بتاع الدولة؟ ازاي يا رجالة الاهلي روح الاهلي تيشيرت الاهلي لغاية ما وقفت على رجلك؟ ماتشات تتأجل بالتليفون، يلا يا باشا انت بتلعب امتى؟ اخر ماتش لعبته امتى؟ دي مش دولة دي مش مؤسسات اللي واقفة تدعمك وتأجل لك ماتشات ومخلية الدوري اسمه دوري المؤسسة الخيرية بين قوسين لغاية ما الاهلي يفضى من افريقيا. بقالنا سنين على الحل ده، محدش قادر ياخد موقف ولا قرار ضدك. كهربا واللي حصل فيه ده ايه؟ القضية اللي جوه الاتصالات اللي حصلت مع اتحاد الكورة، مين اللي دعمك فيها دي؟ ابن عمتي؟ عماد ابن خالتي هو اللي متصل باتحاد الكورة وقال له وقف واعمل وسوي؟ عيب لما نقول كلام يتوافق مع التحريض اللي جاي من بره. مصر اكبر واعظم من الاهلي ومن ادارته ومن جماهيره ومن الزمالك ومن ادارته ومن جماهيره ومن اي حد. تحريض الناس ما يجيش بالشكل ده، وعيب، وما ينفعش يبقى كده بالمنظر ده وعلني. نطلع نقول الدولة بقى تدينا الدولة. طب هناك بيقول ايه؟ تعال اقول لحضراتكم هناك بيقول ايه. تعال اقول لحضراتكم جمهور الزمالك الاهلي ودانه بتسمع ايه من الهارب الوضيع اللي عنده 1.5 مليون متابع، وشوفوا فيديوهاته وشوفوا اتباعه اعوانه كم اعلامي اللي عنده هناك، على كام واحد من بتوع السوشيال ميديا اللي بيقول لهم ابني فارس المعرفش ايه اللي عايز يفرضه على قناه اون وبيدافع، عايز يروح قناه اون. واحد شغال يصنع فتنه ويتجاوز ومش مكفيه الهبد اللي بيهبده على قناه الاهلي، عايز يوديه قناه اون. نطلع نقول الدوله واللي بره الدوله، المؤسسات، الحكومه، وانا اطلع اقول الدوله انا عندي 4 فروع الدوله لازم تديني. ريال مدريد عنده 4 فروع، برشلونه عنده 4 فروع في اسبانيا ولا 5، مانشستر يونايتد عنده 5 فروع في لندن. اجيب لك مين تاني؟ بايرن ميونخ عنده 5 فروع في المانيا. مفيش نادي يتحول لشركه مساهمه لاداره الانديه، فده مش ذنبي. حضرتك عايز تعيش في دور ان انا مصر وانا افتح فرع في كل تجمع، فاتح فرع 6 اكتوبر فاتح فرع، مدينه نصر فاتح فرع، الفرع الاساسي بتاعك فرع. مين اللي اداك الفروع دي؟ مش دي الدوله؟ مين اللي اداك فرع التجمع برخص التراب؟ مش دي الدوله؟ مين اللي اداك 6 اكتوبر؟ مش الدوله؟ مين اللي اداك مدينه نصر وخلاهولك بالشكل ده؟ مش الدوله؟ مين اللي جه فتح لك الجراج؟ عيب، عيب لما نتكلم بما لا يليق، عيب لما ندخل الكيان والهيبه نهزها في المداخلات الهاتفيه. عيب. في حاجه اسمها هيبه، في حاجه اسمها خطوط حمراء ما تتعداش. مش كل حاجه لو يدراع. وانا اتمنى الناس تبدا بقى تحاسب الناس، اتمنى الناس اللي بتسمعني تحاسب الناس. الموضوع وصل هنا، وصل هنا.